بسم الله الرحمن الرحيم. وصفتنا حبايبي ان شاء الله النهارده كده مع بعض هنعمل فيها وصفة سهلة وسريعة خالص من شوية زيت مستعمل عندك كده، هنحوشهم مع بعض عشان تعملي بهم الوصفة دي. وصفة سهلة وسريعة خالص. هنستخدم ايه الوصفة اللي معانا دي في المنظفات، وهي عبارة عن الصابون البلدي. هنعمله مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة خالص. زي ما انت شايفة معاكي طالع معايا قطع جميلة جدا ومتساوية، انضف واحلى وريحته جميلة احسن ما تشتريه من بره. نشوف هنعمله مع بعض ازاي بمكونات سهلة وبسيطة خالص، وطريقة ممكن تتخيلي سهولتها من بواقي الزيت الموجودة عندي. وده شكله كده تمام بعد ما خلاص نشف معايا كده واتصبن وبقى صابون. يلا نشوف هنعمله مع بعض ازاي. انا عندي بواقي زيت السمك او زيت تحمير الفراخ او اي زيت موجود عندك، بنحوشه مع بعض كده في ازازة، وكان فاضل حبة كمان حطيتهم في البرطمان الازاز ده. هنجيب معانا مصفى، والمصفى دي هنحط فيها منديل كده عشان نبدأ نصفي مع بعض الزيت من اي شوائب موجودة فيه، عشان يديني لون حلو للصابون بتاعي وما يكونش صابون معكر كده وفيه شوائب. هبدأ اصفي الزيت بتاعي بالمنديل، وممكن تحطي قماشة بدل المنديل ده، بس لو صفيناه بالمصفى بس هيطلع معاكي فيه شوائب، لكن انا عايزاه يطلع معايا نقي من اي شوائب موجودة فيه. ما تنسيش بقى لو انتي اول مره بتشوفيني وتشتركي معايا في القناه وتفعلي زر الجرس على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر، عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. واعملي لي لايك وشير لو عجبك الفيديو معايا، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه اشتركي فيها. هتنزلي على كلمه الاشتراك اللي باللون الاحمر وتضغطي عليها، هيظهرلك 3 اختيارات، اختاري اختيار الكل عشان كل ما انزل فيديو جديد يوصلك بيه اشعار. هنا خلاص شايفين شويه الزيت اللي فضلوا معايا في الاخر دول فيهم شويه كده من الشوائب، فانا استغنيت عنهم وبسهوله خلاص اشيل المنديل بتاعي هتلاقيه موجود فيه كل الشوائب اللي كانت موجوده في الزيت، وبكده اصبح عندي زيت مصفي ونقي. بعد كده هجيب عندي طبق بلاستيك ومعايا معلقه من الخشب، ويفضل تكون معلقه خشب وطبق يكون بلاستيك تكوني مستغنيه عنهم كمان. عندي كوبايه من الميه على معلقتين من السكر ومعلقتين من الملح، والميه دي ميه من فتره من الحنفيه عادي خالص. هبدأ ان انا ادوب السكر بالملح بالميه لحد ما يختفوا تماما. الزيت الصابون اللي احنا بنعمله ده بنستخدمه في ايه؟ ممكن تستخدميه في غسيل المواعين الألمونيا، بينضفها كويس جدا. ده عبارة عن عصير 5 6 ليمونات كده، هصفيهم بالمصفى برضو عشان انا مش عايزة اي شوائب تكون موجودة معايا في الصابون. ونقلب ندوب معايا الليمون. بعد كده عندي المكون الرئيسي بقى في الوصفة بتاعتنا، وهو عبارة عن البوتاص او الصودا الكاوية ايا كان بتسميه، طبعا ما نمسكوش بايدينا خالص، ويفضل ان احنا كمان نستخدم نلبس اي حاجة في ايدينا. هاخد منه حوالي كوباية، يبقى كوباية مية عليها كوباية من البوتاص او الصودا الكاوية. ونتجنب بقى في الخطوة دي ان احنا نلبس كمامة، ونبعد اي حاجة عن ايدينا، ما نلمسوش بين ايدينا نهائي لانه هو بياكل في الجلد. بعد كده هنزل عليه بالميه بتاعتي. هنا كده انا شطفت الكوبايه معايا عشان انزل شويه اللي موجودين. هنلاحظ هنا ان انا اول ما ضفت عليه الميه ان في ابخره كده ودخان طالع من الخليط اللي انا نزلته ده. في الوقت ده تكوني لابسه كمامه. لو عندك اطفال تشتغلي بعيد عنهم عشان الريحه دي غلط جدا على الاطفال. هقلب كويس جدا بمعلقه خشب طبعا، ويكون الطبق بلاستيك عشان ما يتفاعلش مع اي مواد موجوده فيه. وهنلاحظ كمان ان الطبق بتاعي بدأ يسخن، ومن تحت هتلاقيه سخن جدا، وناخد حذرنا تماما في الخطوة دي، ودي بتكون اصعب مرحلة فيه. ونقلب كويس جدا في البوتاص ده بالمية لحد ما يدوب معانا تماما ويبرد، ونسيبه لحد ما يبرد تمام. هنا بقى هنزل بالزيت واحدة واحدة، شوية بشوية، ايد بتنزل وايد بتقلب. واهم مرحلة في صناعة الصابون بتاعنا ده ان احنا نقلب كويس جدا، لان التقليب هو اللي بيديني الصيغة بتاعة الصابون. يبقى اهم حاجة عندي ان انا اقلب كويس جدا ومنزلش بالزيت كله مرة واحدة. هبدأ انزل واحدة واحدة شوية لحد اللون ما يفتحي معايا. هنزل بباقي الكمية واحدة واحدة. الصابون ده بقى بنستخدمه في ايه؟ لو عندك اي بقعة صعبة مش راضية تطلع معاكي في الهدوم، ممكن تستخدمي فيها الصابون ده، بيطلع كل البقع الموجودة في الهدوم. وزي ما قلت لك بنلمع بيه كمان الألمونيا، بيخلي الألمونيا جميلة جدا. تغسلي بيه حوامل البوتاجاز الظهر بينضفها، الحيطان بتاعة المطبخ بينضفها كويس جدا،
اي بقعة عندك صعبة مش راضية تطلع استخدمي فيها الصابون ده، هيديكي نتيجة كويسة جدا. هنا انا خلصت كل كمية الصابون، اسفة الزيت. هاخد معايا بقى هنا نص كوباية من زيت الصابون، من الصابون السائل، ويفضل ان هو يكون حاجة كويسة، لان هو لو صابون من اللي هو السائل العادي ده مش هيديكي نتيجة حلوة. انا عايزة ريحة الصابون بتاعي تكون كويسة، فهاخد عليه نص كوباية من الصابون السائل على لتر من الزيت على كوباية مية على كوباية بوتاص، هيديكي نتيجة كويسة جدا للصابون بتاعي. وهنا اللون معايا يفتحها خالص، هبدأ اقلب كويس جدا لحد ما يصبغ معايا ويبقى صابون. هنا بقى انا هاخده اضربه ضربة في الخلاط، ولو عندك مضرب كهرباء او هاند بلندر ممكن ان انت تضربيه بضربتين عشان يتقل معاكي. هقسمه على نصين، هاخد نصه في الخلاط اديله ضربة، والنص التاني ده هزود بيه الخليط معايا واحدة واحدة والخلاط شغال لحد ما يكون معايا صيغة الصابون. هنا خلاص يا حبايبي انا ضربته على مرتين وكده اتكون معايا الصابون بتاعي. وطبعا لو فضلنا نقلب فيه كويس جدا برضو هيديكي نفس النتيجة، بس انا بستسهل الطريقة وعملته في الخلاط. عندي هنا بقى كرتونة وممكن صينية ألمونيوم مستغنية عنها، أي حاجة موجودة عندك، وتفرشي فيها كيس كده ونبدأ نصب معانا الخليط. بس تكون الخطوات دي تكون معاكي سريعة عشان هو بيمسك وبيتماسك بسرعة جدا. هنزلهم كل الكمية اللي موجودة عندي وهسويها كده بالمعلقة الخشب اللي أنا كنت شغالة بيها. طبعا ايديكي ما تلمسي اي حاجة برضو لحد ما يبرد معايا تماما، وبعد كده سيبه لحد ما يبرد وينشف ويبقى لسه معايا طري شوية كده. هبدأ ان انا اقطعه بالسكينة الحجم اللي انت عايزاه، عايزاه كبير عايزاه صغير، بس يفضل ان انت تعمليه قطع صغيرة بحيث ان انت تاخدي القطعة تستخدميها ما تبش معاكي لو انت استخدمتيها في المية، ولو عايزة قطعة تانية تاخديها. وهنسيبه مع بعض يبرد تماما، لان انت هتحسي ان في نسبة من السخونة لحد ما تاني يوم هتلاقيه بقى احسن واحسن معاكي في تكوين الصابون. كده حبايبي خلاص اهوت، وهنا اهوت خلاص قطع الصابون اتكونت معايا. لو حسيتي ان هو فيه نسبة من الزيت او زيت معاكي، في ناس بتشتكي تسيبيه لحد تاني يوم هتلاقي كل الزيوت دي اختفت معاكي. وبكده حبايبي تكون وصفتنا خلصت النهارده، وصفة سهلة وسريعة. اتمنى ان انا اكون قدرت اقدم لك. متنسيش بقى تعملي لايك وشير، تشتركي معايا في القناة لو عجبك الفيديو بتاعي. وده شكل الصابون النهائي بتاعي بعد ما خلص، وتبات كمان تاني يوم. يلا مع السلامة.